مش هاقول لِك نعمل كفتة من ربع كيلو لحمة، لأ ده أنا هاقول لِك هنعمل كفتة حلو جدًا من 3 معالق بس لحمة مفرومة. تابعي معايا الطريقة وتنفع لتفريزات رمضان وجهّزيها عندِك على سفرتِك بجد هتنوّر سفرتِك. أول حاجة معايا بطاطس مسلوقة بالمنظر ده، أنا سلقتها في شوية ملح بس فقط، ومعايا 3 معالق كبار من اللحمة المفرومة وبقدونس، بس كده. هرست البطاطس كويس جدًا، وبعد كده هنتبلها بملح وكزبرة، فلفل أسود وبهارات لحمة شعرة بسيطة. هابدأ أضيف اللحمة المتعصجة معايا ب ب ب زي ما إحنا الطريقة المعتادة بتاعتنا، ونضيف البقدونس ونقلّبهم مع بعض وتحفة جدًا. نبدأ نصبّعها صوابع بالمنظر ده على حسب تصبيعِك، كبيرة أو صغيرة اللي أنتِ تحبيه. بس كده، يا ريت بس ما تنسينيش في اللايك والشير لو عجبِك الفيديو. وبعد كده هنغلّفها بقى بالبيض والبقسماط والدقيق. أول حاجة ننزل فيها بالدقيق، وبعد كده هننزل فيها بالبيض، وبعد كده هننزل فيها بالبقسماط، وتسيبيها تتشمّع وتفرّزيها لو حابة إن أنتِ تفرّزيها. وحبيت بس أقلي معاكم كام واحدة عشان أورّيكم، في زيت غزير ع على نار عالية تقليها وتحمّريها وتبقى معاكِ زي الفل بالمنظر الروعة ده. بجد حلوة جدًا وجميلة، هتعجبكم جدًا، جرّبوها وما تنسونيش في اللايك والشير ومتابعة الصفحة.